اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم فروت سلطات بطريقه سهله جدا وبسيطه. مجموعه من الفواكه طعمها خطير وصحي جدا. محضره عندي تين متقطع قطع صغيره وجوافه ومانجا وتفاح وعصير مانجا. انا محلياه بعسل النحل عشان يكون صحي. محضره بوله نزلت فيها بمجموعه الفواكه، الجوافه مع المانجا مع التفاح. هبتدي اقلبهم، بعد كده هنزل عليها بالتين وهقلبها بسيط عشان ما يتهريش بالشكل ده كده. طعم التين مع الفواكه ديت بجد خطير. هنزل بكوباية عصير من المانجا، انا محليها بعسل نحل عشان يكون صحي وما يكونش فيه سكريات عالية. بكتفي بالسكريات اللي في الفواكه. محضرة بقى عندي بولات، هبتدي انزل بالفروت سلطات زي ما انت شايفة بالشكل ده. الالوان بتاعته خطيرة، الطعم بتاعه مش عايزة اقولك طعمه تحفة. القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا زي ما انت شايفة بالشكل ده. هجيب بقى عندي عصير المانجا وهبتدي انزل على فروت السلطات بالشكل ده كده. ممكن تزودي اي نوع فاكهة انت تحبيه، ممكن تدخلي معاه العنب، الكيوي، فراولة، اي فواكه تكون متوفرة عندك زوديها زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا عندي هنا العنصر الاساسي في فروت السلطات هي المانجا. انا بزود قطع المانجا بالشكل ده وهزينه بقطع من التين. ده الشكل النهائي بتاعه. بجد طعمه تحفة وطريقته سهلة جدا. هتعمليه القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا، الاولاد هيستفيدوا منه جدا. بجد طعمه حلو قوي. جربيه بنفس الطريقة دي بإذن الله هيعجبك. واستنيني في وصفات تانية كتير من قناة مطبخ فوفا. وألف هنا وشفا. سلام عليكم.